السبنت ماسك والوايلد كارد ماسك بنستخدمهم كتير جدا، وهما اصلا بيتحسبوا من بعض. يعني مثلا انت لو عندك ماسك سلاش 24 اللي هو بيبقى 255.255.255.0، الوايلد كارد ماسك بيكون المقلوب بتاعه، يعني بيبقى 0.0.0.255، بيقلب الوحايد لزيروز. الاتنين بنستخدمهم كتير جدا جدا، سواء واحنا بندي IP address، بنعمل routing، بنشتغل على access list، بنعمل service معينة بنشغلها. في كل الأوقات دايما بنحتاج نكتب ده أو ده. المفروض إن هما بيمثلوا شبكة أو host أو جزء من شبكة على حسب اللي انت بتكتبه. يعني مثلا لو أنا عايزة أعمل حتى static root رايح من راوتر 2 للشبكة 3.0، يعني أنا عايزة أضيف الشبكة دي ل R2، فالمفروض إن أنا هاجي عند R2 وهقول له IP root، وهبتدي أكتب الشبكة اللي أنا عايزة أضيفها اللي هي شبكة 3.0. ولو أنا عايزة أضيف الشبكة كلها هي أصلا بماسك 24، يبقى بكتب السبنت ماسك بتاعها كامل، وبكده تبقى انت ضفت النتورك كاملة للراوتينج تيبل بتاع R2. في عندي اوبشن تاني، افرض انا عايزة اضيف يوزر واحد بس من الشبكة ل R2 اللي هو بنسميه الهوست روت. فساي مثلا احنا عايزين نضيف PC2، PC2 الاي بي بتاعه 188.8.3.100، فالمفروض ان انا بدل ما اكتب 0 في اخر الادرس هكتب .100 علشان انا عايزة اضيف اليوزر ده بالذات. انما ما نكتبش بقى الماسك بتاع النتورك، هنكتب الماسك اللي بيمثل الهوست واللي هو بيكون اخره 255. وبكده تبقى انت بتقول له انا بعمل ماتشنج على الاي بي ده كله، يعني انا عايز 188.8.3.100. لو كتبت 0 في الآخر يبقى أنت كده بتقول له النتورك كلها، حتى لو أنت كاتب .100 في الآخر، لأنك كده بتقول له إن الأوكتت الأخير don't care، يطلع زي ما يطلع. مش بس كده، إحنا ممكن كمان نضيف جزء من الشبكة، يعني بدل ما تضيف مثلا .3.0 كاملة، لو أنا جيت هنا في الآخر وقلت له بدل .128 مثلا، يبقى أنا كده بقول له أنا بضيف نص الشبكة بس، كده بضيف بدل من 3.0 لغاية 3.255، يعني الشبكة كاملة بالماسك الأصلي، أنا هنا بقول له ضيف لي النص بس، يعني من 3.0 لغاية 3.127 بس. طب افرض انت عايز النص التاني، يعني انت عايز تبدأ من النص التاني او النص التاني هو اللي انت عايز تضيفه، يبقى بدل 3.0 هنا تبقى 3.128. يبقى انت كده بتقول انا عايز اضيف النص ده بس من الشبكة للراوتينج تيبل. فانت لو عايز تضيف النص الاولاني تبدأ من 3.0، عايز تضيف النص التاني تبدأ من 3.128، مع الحفاظ على الماسك اللي بيمثل نص الشبكة. طب افرض انت مش عايز نص الشبكة، انت عايز اول مثلا 4 اي بيات من الشبكة، يبقى في الحالة دي بستخدم مثلا الماسك اللي هو 252. وفي هنا برضو اقول له انا عايزة من كام لكام، يعني لو قلت له مثلا هنا كده .0 يبقى انا بقول انا بضيف من 0 ل 3. طب لو قلت له هنا مثلا .4 يبقى انا كده بضيف من ال4 لل7. يعني كأنك بتشتغل بالسبنت ماسك، ومش ضروري ابدا ان انت تبقى بتقول انا بضيف الشبكة كلها، أنا ممكن أضيف جزء منها بس. قيس على كده أي سيرفيس في الدنيا، لو أنت حابب إنك تقول أنا عايز جزء بس من الشبكة، زي مثلا بوزع أي بيات DHCP، بعمل ناتنج وعايز أحدد جزء بس من الشبكة، فببتدي ألعب على السبنت ماسك، وهو اللي بيحدد لي يا ترى أنا بادئ فين ومنتهي فين. القصة بالنسبة للوايلد كارد ماسك، بس بالعكس، يعني بدل ما تبقى بتمثل الوحايد والصفار في الأماكن بتاعة السبنت ماسك هتقلبها، زي مثلا ما بنستخدمه في الأكسس ليست. فمثلا لو أنا عايزة أكتب جملة أكسس ليست بتبرمت أو تديناي شبكة معينة، فباجي أقول له permit أو deny، وابتدي أكتب الشبكة اللي أنا عايزة أمنعها أو أسمحها. بس المرة دي المفروض إن أنا بكتب الماسك بتاع الشبكة مقلوب وايلد كارد ماسك، مثلا هي 24 يبقى 0.0.0.255. يبقى أنا كده بقول له اعمل permit
للشبكة 188.8.3.0 كاملة كلها permit. قياس برضو لو أنا عايزة أبقى ببرمت يوزر واحد بس في الشبكة، فالمفروض إن أنا بكتب الاي بي بتاعه وبعدين اجي في الاخر واكتب الماسك بتاع اليوزر بس مقلوب. انتوا شفتوا في السبنت ماسك انا كنت بكتب 255.255.255.255. هنا انا هكتب 0.0.0.0 علشان اقول ان اليوزر ده بالذات permitted. طبعا على حسب نوع الاكسس ليست دي ستاندرد، فبكتب بس السورس. برضو لو أنا عايزة أعمل جزء بس من الشبكة سي نص الشبكة، يبقى المفروض هاجي هنا كده وهكتب دوت 0 وآجي في الآخر هنا أكتب دوت 127. يبقى أنا كده بقول له permit النص الأول بس من الشبكة، أما النص التاني فهيسري عليه الimplicit deny. طب لو عايز النص التاني من الشبكة يبقى تيجي هنا تكتب بدل الزيرو 128. طب لو عايز أول كام اي بي بس من الشبكة يبقى تكتب هنا مثلا دوت 0 وتيجي في الآخر هنا تكتب دوت 3 مثلا دوت 7، يعني على حسب الشبكة وحسب الجزء من الشبكة أو عدد الاي بيهات اللي أنت عايز تدخلها في الجملة بتاعتك. جربوا كتير بقى بالسبنت ماسك والوايلد كارد ماسك، كده انتوا عرفتوا ان انا مش لازم ابدا ان انا اكتب الشبكة كاملة او بس يوزر من الشبكة. انا ممكن اشتغل على السبنت ماسك وامسك اي جزء من الشبكة في السيرفيس اللي انا حابب ان انا اشغلها. يا رب يكون الكلام ده مفيد بالنسبة لكم، ويا ريت تعملوا لايك وشير كتير علشان نوصل لأكبر عدد من الناس. ولو حابين تنضموا لكورس الCCNA اللي هيبتدي في يوم 13 أغسطس، يا ريت تبعتوا مسج على رسائل الصفحة أو على الواتساب. شكرا ليكم.